السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا كويسين. انا ان شاء الله باذن الله النهارده مش عارفه ليه انا كل ما اجي اصور الدبان يجي ان شاء الله باذن الله النهارده جايه لكم بحاجه كده كنت من شويه بكلم نفسي فيها و... وطبعا في الوقت اللي احنا فيه ده صابت اكتر من يعني اصابه تقريبا معظم الناس، وهي الفطور. عدى اول 10 ايام من رمضان واحنا كلنا همة وكلنا نشاط وعاملين جداول وقاعدين نختم قرآن ونقرا بعد كل صلاة جزء واتنين وتلاتة. طيب خلص اول 10 ايام، خلصوا اول 10 ايام، بعد كده يعمل ايه؟ الفطور. طب ليه حصل عندنا فطور؟ عشان احنا مش بادئين من قبليها، احنا مش بادئين من شهر رجب. احنا هيئنا نفسنا ان احنا هندخل من اول يوم رمضان، لكن مش متهيئين ومش مربين نفسنا من اول شهر رجب. طيب هنقعد نبكي على الماضي؟ لا طبعا. هنعمل ايه؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم، وديني بحلف لكم 3 مرات اني انا مش محضره اي حاجه للفيديو ده. انا طالعه اقول لكم الكلام اللي في قلبي وافكر معاكم. يعني زي ما انا قلت لكم، انا القناه دي مش طالبه منها غير اجر، مش طالبه منها غير اجر من رب العالمين، مش طالبه منها اجر من بشر، ماشي؟ فانا بس عايزه افكر معاكم في حاجه، لحظه تفكير كده، لحظه تفكير صغننه خالص كده. طيب هو احنا ازاي عدى علينا 13 يوم في رمضان كده؟ ازاي عدى علينا 13؟ عارفين يعني ايه 13 يوم؟ يعني نص شهر تقريبا، نص شهر تقريبا. طب احنا ازاي عدى علينا كده بسرعة؟ ده احنا لسه فاكرين اول يوم لما كنت نزلت فيديو بقول لكم بكرة رمضان، نعمل كذا ونكتب الجدول ونستغل ازاي اطفالنا يعني انا والله ماشي، هو الحياة سريعة والرمضانات اللي فاتت برضه كانت بتعدي علينا سريعة، بس السنة دي اكتر سرعة. السنة دي انا مش مصدقة بصراحة. النهاردة 13 رمضان، انا لسه فاكرة اول سحور، مش فاكراه نسيته، لا انا لسه فاكراه كأنه امبارح. ازاي عدى 13 يوم في رمضان؟ ازاي؟ ده يخلينا نعمل ايه؟ نعمل وقفة مع نفسنا. ده يخلينا نعمل ايه؟ ما نتسابش ورا الفطور. ده يخلينا نعمل ايه؟ ان لو جالنا فطور نقوم نسارع نفسنا. الدنيا بتسارعنا، طب احنا هنسيب نفسنا كده؟ اديكوا شايفين الدنيا بتعدي هوا والوقت بيعدي هوا. وعايزه افكرك ان ده من علامات يوم القيامه، من علامات يوم القيامه ان انت ما تحسيش باليوم، ان اليوم ما يبقاش فيه بركه. طيب احنا غصب عننا العلامات بتظهر، غصب عننا الدنيا بتجري من حوالينا، غصب عننا برضو احنا جالنا فطور. طب هنسيب نفسنا؟ لا مش هنسيب نفسنا. قومي يا حبيبتي، قومي، ما تستسلميش للفطور اللي عندك. قومي اعملي جدول تاني غير اللي باظ. انت جالك فطور يومين 3 قبل كده فسيبتي الجدول بقى خلاص. هل هتيأسي وتقولي خلاص انا الجدول مش كاتبه فيه حاجه ليا يومين 3 ما ينفعش ان انا اكمل؟ لا لا لا، قومي قومي، الشهر بيخلص منك، الشهر بيخلص منك. سرعي نفسك من تاني، سيبك من التنظيف، سيبك من غسيل السجاد، سيبك من غسيل الستاير، سيبك. لا جوزك محتاج منك كده، هو جوزك عايز يرجع يلاقي بيتك مرتب، لكن لا هيدخل تحت السرير ولا هيجر كنبه ويبص وراها ولا هيبص لفوق النجفه لو مش بتلمع يبقى انتي ست مش حلوه. هو الراجل عايز سريره نظيف، عايز اكلته معموله، عايزه هدومه نظيفه ومكويه، بس مش اكتر من كده. حاولي تقتصري على نفسك في الوقت، ما تجيش قوي على نفسك وما تضغطيش قوي على نفسك. كل تفكيرك في الشهر ده هو نفسك ايمانيا، بس مش اكتر. نفسك ايمانيا، نفسك ان انت ما يجيلكيش فطور، نفسك ان انت ما انت جالك فطور غصب عنك. الفطور ده بيبقى غصب عن الانسان. طب هقول لك اول معلومه وتاني معلومه. اول معلومه، سمعت مره الشيخ مصطفى حسني واحده بتتصل بيه بتقول له انا يا شيخ بقف بصلي مش ببقى حاسه بخشوع الصلاه ولا بلذة وحلاوه الصلاه، هل هو ده هينقص من اجري؟ ولكن يعني هي مش حاسه بلذة الصلاه، ولكنها برضو بتجيب الفرض اللي عليها ومن جواها بتحدث نفسها ان عايزه الصلاه تخلص بسرعه.
فبتسأل الشيخ مصطفى حسني، بتقول له انا كده ده هينزل من اجري حاجة في الصلاة؟ قال لها انت كده بتاخدي اجر الصلاة واجر الجهاد النفس. ماشي، جهدي نفسك يا حبيبتي، قومي جهدي نفسك. انت قاعده ليه؟ قاعده ليه؟ شوفي ايه اللي بيساعدك، ان انت تقري في القران وتتدبري في اياته، اعملي كده. ان انت تسمع برنامج ديني لحد، اعملي كده. ان انت تستغفري كتير عشان ربنا يشيل اللي على قلبك ويرجعك للي انت كنت فيه، اعملي كده. شوفي ايه الحاجه، ان انت تقعدي مع نفسك، تعملي كوبايه نعناع كده وتهدي كده وتقعدي مع نفسك في اوضه فاضيه مفيش حاجه. بصوا هقول لكم حاجه. لما تبقي عايزه تاخدي قرار في حاجه، اول حاجه فضي مساحه للموضوع في مخك. يعني ما تجيش قاعده وسط العيال والتلفزيون شغال والعيال عامله هيصه وابوهم طالب منك مش عارفه وتقعد تقول انا هفكر مع نفسي في الفطور اللي انا فيه. لا لا، فضي لمخك، في مخك شيلي شويه كده حاجات، اقعدي مع نفسك. طب انا هسيب نفسي؟ طب انا لو مت انا دلوقتي، لو قلت يا رب معلش يا رب انا كنت بعمل كذا صنف في المطبخ فتعبت ما قدرتش اصلي التراويح، ربنا هيستجيب منك؟ ربنا عايزك تاكلي عيلتك وده فرض عليكي، ماشي، ما قلناش حاجه، اكلي وليكي بدل الاجر اجرين 3 4 10 على حسب النوايا اللي انت نويتيها زي ما قلنا قبل كده. بس كمان ربنا مش هيديكي اجر اكتر لو عملتي محشي. يعني انت اعملي الاكل اللي اكلهم. ليه محشي في رمضان؟ ليه محشي؟ كل الستات عارفه ان المحشي ده بيتعمل في نص اليوم. ليه محشي في رمضان؟ ما كان معاكي ده رمضان ده 30 يوم. هيجرى لهم حاجه؟ هيجي لهم جدري ان ما كلوش المحشي في رمضان ده؟ هيجي لهم حاجه؟ مش هيجي لهم حاجه. الشهر ده حاولي تبقى انانيه فيه شويه. والله انا بكلمكم بلغتكم دي مش انانيه. انت قمتي، انا هقول لك انت هتعمل ايه. انت قمتي، عفوا، قمتي من نومك، شفتي ولادك عايزين ايه، صليتي، تقعدي تقري شويه قران قبل المغرب بساعتين، تقومي تحضر الحاجه عايزه تسلق، عايزه تاخد وقت، تحطيها على النار وتقعدي تقري شويه قران وتقري ورد، تقري اذكار المساء، تعملي ورد ذكر، تعملي اللي عليكي في دينك وفي ربك. وبعد كده تروحي تحضري الفطار تفطري وتشيلي السفره وتلمي الاكل من على السفره. وبعد كده يا حبيبتي تروحي تصلي العشاء والتراويح اللي عليكي. انت عندك من العشاء لغايه السحور، يعني لغايه الفجر شوفي انت عندك كام ساعه؟ 8 ساعات. طب والله اكتر من 8 ساعات، اكتر من 8 ساعات. ان صليت التراويح في نص ساعه ولا في ساعه، خلينا مثلا نفترض ان انت بتصلي من المصحف، بتقري من المصحف، خدتيهم في ساعه، قليل؟ باقي الوقت قليل؟ مش قليل. ما تقنعيش نفسك. خلي بالك حاجه، ان انتي الشياطين ومرة الجن وكل ده مسلسل. يعني انت دلوقتي عندك نفسك، هي نفسك الاماره بالسوء، ما تخليش نفسك تغلبك. الجهاد عليه بدل الاجر 10، كلهم 30 يوم. فين ال30 دلوقتي؟ بقى كام؟ بقى 17 يوم. انا بكلمك دلوقتي بقى 17 يوم. ما تسيبهمش يضيعوا منك يا حبيبتي، ما تسيبهمش يضيعوا منك. النجاة ربي النجاة. انجي بنفسك وصدقيني والله العظيم ان انتي نجاتك بنفسك دي هتخليكي تنجي كل اللي حواليك هينجوا. انا والله بستغرب الستات اللي بتقلب البيت دي احنا في افضل 30 يوم في السنه، بيت اللي تقلبيه وسجاده اللي تنضفيه ومش عارفه ايه. طب ما عندك قبل كده الشهور، ويعني احنا هنموت بعد الشهر ده؟ احنا هنموت؟ لا، احنا هنعيش بعد كده ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا. داخلين على صيف وداخلين على مواسم تاني. بغسلي يا حبيبتي السجاد براحتك، تغسلي ليه الوقت اللي ده في السجاد ده؟ المشكله مش في وقت السجاد لما يتغسل، المشكله ان بعد السجاد انت بتتعبي. برضو هقول لكم عن سؤال تاني اتسال للشيخ محمود المصري، اعمل ايه عشان اقدر اصلي قيام ليل كل يوم؟ من ضمن اجوبته حاجه لفتت نظري وسالتها لنفسي، يعني حطيت نفسي قدامها ولقيت نفسي فعلا. قال لها ما تشتغليش كتير في البيت، قال لها ابتداء من الساعه 5 كده او ابتداء من المغرب
حاولي ما يبقاش وراكي مهام كتير في البيت وما تشتغليش كتير. فانت لما تشتغلي كتير انت بتتعبي كتير، فلما تيجي تتعبي فمش قادره، فالشيطان بيدخلك من الناحيه دي. خلي ليكي يا حبيبتي روتين، خلي ليكي روتين في نظافتك، خلي ليكي روتين في ترويقك. نظفي يا حبيبتي النظافه العاديه، امسحي عادي. يعني تنظيف شقتك ولا بيتك ده هياخد ايه؟ هياخد ساعه، هياخد ساعتين. لكن بلاش نجيب اللي جوه الدواليب، بلاش نجيب اللي تحت السراير، بلاش نجيب الحيطان من فوق، بلاش نغسل سجاد، بلاش مش عارفه ايه الحاجات اللي بنقعد فيها 3-4 ساعات دي. احنا الشهر ده شهر عباده، مش شهر تنظيف ابدا. والله العظيم الفكره دي غلط 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 غلط. حاولي خلاص، الدنيا يعني علامات الايام قربت تبان، وديكوا شايفين الدنيا اللي بيموت بدري والشباب اللي بتروح والحروب اللي بتقوم. ذكري نفسك ما يعديش عليك يوم الا لما تسمعي درس دين لاي شيخ انت بتحبيه. والله لاي شيخ ما يعديش عليك يوم الا ما تسمعيه. لو صليتي الفجر جماعه وقعدت لغايه الشروق وصليت الضحى ركعتين وكل الوقت ده بتذكروا فيه ربنا، ذكرت ليكي عمره تامه تامه تامه، حجه عمره تامه 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 تامه. انت لو في الوقت ده حضرتي درس ديني هتلاقي نفسك استفدتي وعملتي العمره وخدتي اجرها. يعني انت ليكي اكتر من وقت اهو. اخيرا عايزه اقول لكم على حاجه. واحده كاتبه في جروب من الجروبات بتسال الستات، لكل ست هي يعني معاها اطفال وبيت وكده، عامله ايه في العبادات؟ يلا نشجع بعض عشان اللي كسلان يتشجع معاكم. اصابني الحزن من كذا تعليق والله. يعني في صراحه تعليقات اللهم بارك، ربنا يزيدهم ربنا يزيدهم، اللهم بارك اللهم بارك، حاجات تشرح الصدر. في حاجات كمان زعلتني قوي. واحده داخله كاتبه كومنت طويل عريض عن يا بنات انتوا بتشقوا على نفسكم ليه؟ احنا ربنا مميزنا واحنا غصب عننا، واحنا يعني انت لو اديتي ما عليك من صلوات خلاص. واحده تانية بتقول انا ابني على دراعي على طول فانا حتى الصلوات بجمعها. طب ده ينفع؟ طب انتوا شايفين ده ينفع؟ اكتبوا لي في الكومنتات. طب ما يمكن انا غلط، يمكن انا غلط، اقنعوني، اكتبوا لي في الكومنتات. طب ده ينفع؟ ده ينفع؟ طب انت ميزتي الشهر ده بايه؟ فين الميزه اللي ميزتيه عنه؟ يوم القيامه لما تقف قدام ربنا ويقول لك انا اديتك فرصه شهر رمضان تاني، عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ من اول فيديو نزلته لكم وانا قلت لكم جاهدوا نفسكم، جاهدوا نفسكم. ايوه والله انتوا فوق الراس ومقامكم عند الله غالي. ده الامهات، الجنه تحت اقدام الامهات. لكن في الشهر ده تعالي على نفسك وجاهدي نفسك وما تسيبيش نفسك لوسواس الشيطان. ما تسيبيش. قومي اكتبي الجدول تاني، خليكي قويه، خليكي قويه. انا بخاطب كل بخاطب كل زوجه، بخاطب ما تستسلميش، ما تستسلميش. عندك فطور قومي انفض الفطور من عليكي، شوفي مصحفك وصلت لفين. ما يعدي عليك رمضان الا ما تختمي مرتين واكتر، اما اقل من كده مش مسموح لك. قولي لنفسك كده، قولي لنفسك انا مش مسموح لي، انا مش مسموح لي. الطلب منك محشي، ما هعملش محشي بعد رمضان 17 يوم بالظبط والله الطلب مني عايزه اقول لك والله الطلب مني 17 يوم بالظبط، اوعدكم هاكلكم احلى محشي. لكن دلوقتي لا، دلوقتي لا، ما اقدرش. وان لزم الامر قوي قوي تبقى حل قد كده عن نفس تتعمل وانت واقفه وخلصنا. حاولي تعملي الورد اللي عليك والفرض اللي عليك ان انت تطعميهم. كمان حاولي ما تنسيش نفسك. والله العظيم 3، والله العظيم 3، وفكروا فيها كلكم وهتفتكروا كلامي، ان والله العظيم 3 انتي عايزة تبقي محور الكون بتاع جوزك وعيالك. انما يعني ربنا يا رب يزيدك بركة في العمر وصحة. اديك شايفة اللي بينتهي اللي بيموت بيتزعل عليه، والله بيتزعل عليه، بس قد ايه مش بيتعاش بعديه، بيتعاش بعديه. فانتي كل ما تعملي كده افتكري، مش بقولك خليكي وحشة، لا لا، ما خليكيش وحشة. عمري قبرك، عمري اخرتك، ابني جنتك، عشان ما تبقيش في يوم تقولي يا ريتني انا كنت عملت، يا ريتني انا كنت سويت.
فاضل 17 يوم، بالله عليكي ما تسيبيهم يضيعوا منك، بالله عليكي، بالله عليكي تقوي نفسك، قولي يا رب بكذا حاجه، استغفري، اسمع دروس دين، قللي، اعملي جدول من اول وجديد، وقللي فيه حاجات شويه انت كنت حطاها، بس ما تسيبيش نفسك، اوعي تسيبي نفسك، اوعي تسيبي نفسك قاعد 17 يوم، بالله عليكي ما تسيبيهم ال 17 يوم، بالله عليكي ما تسيبيهم ال 17 يوم، حلفتك بالله انك ما تسيبيهم ال 17 يوم. بلا فطور، بلا الفطور ده يحصل لنا في الايام العاديه، لكن لكن في رمضان، في رمضان هنسيب رمضان، هنتدلع احنا بقى، هنتدلع رمضان يا بنات، رمضان ده اللي بيعدي عليه رمضان. والله العظيم يعني انا مش فاكره اساميهم بالظبط، اللي كانوا اصحاب، واحد مات والتاني، واحد استشهد والتاني مات بعديها بسنه. ليه اللي مات بعديها بسنه؟ يعني الشهاده، فاهمين يا ولاد يعني ايه الشهاده؟ ومع ذلك اللي مات بعديه بسنه في درجه اعلى. قال له طب ليه يا رب؟ قال له طب يعني ليه هو في درجه اعلى انا شهاده وهو ليه في درجه؟ قال له مش عدى عليه رمضان؟ يعني هو الموضوع فيه ما معناه، لكن انا مش فاكراه، يعني هو ده في حديث، انا مش فاكره نص الحديث عشان ما افتيش، انا اقول الحقيقه انا مش فاكره نص الحديث. يعني انت يا رب نداكي فرصه رمضان تسيبيها وتقول اصلا انا جالي فطور، تسيبيها وتقولي اصلا انا لازم اغسل العيال، تسيبيها وتقولي لا اصلا انا لازم اقلب الشقه واجيب اللي تحت البلاط واجيب اللي فوق الدواليب عشان اللي يجي يحط سلم ويطلع فوق الدولاب يلاقيه تمام. لا يا بنات، بالله عليكم، بالله عليكم ما تتعلقوش بالحاجات الدنيويه وتسيبوا الحاجات الاخرويه، الحاجات الابديه بالنسبه لنا. وبس كده، معلش طولت عليكم، بس انا صعبان عليا، والله صعبان عليا ان احنا ممكن نسيب الايام اللي احنا فيها دي. واللي خلاني عملت الفيديو ده ان كذا حد يقابلني يقول لي انا عندي فطور، انا بقيت بحس نفسي ان الحاجات اللي انا، الجدول اللي انا عاملاه في حاجات بقيت بقع فيها. ربنا يا رب يكون في عون كل ام، ويكون في عون كل زوجه، ويكون في عون كل اب وكل زوج، وان شاء الله باذن الله يكتب لنا الخير، ويكتب لنا جهاد النفس اللي ناخد عليه بدل الاجر 10 و20. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.